ربنا بيرزق من غير سبب عادي جدا. اتشعبط انت بقى في الفرصة وقول له يا رب المشوار ده يلزمني، عشان محدش مستفيد من القصة دي كلها غيرك انت. لا ربنا هياخد حاجة منك، ولا عباد ربنا اللي هتتصدق عليهم هياخدوا حاجة منك. السلام عليكم. زمان واحنا عيال صغيرة كان فيه نوع معين كده من الضيوف نحبهم ونفرح قوي لما يبعتونا نجيب لهم حاجة. عمك السخي الكريم ابو ايد فرطه اللي يديك 100 جنيه تشتري له حاجه يقول لك خد الباقي علشانك. الشخص ده كان كل اطفال البيت بيميزوه بسرعه ويتسابقوا مع بعض على اللي هتجيله الفرصه ويروح يجيب له الطلب اللي هو عايزه. لو بدات تتعامل مع فلسفه الصدقه بنفس الطريقه تبقى حطيت ايدك على وظيفه ارباحها خياليه. ركز معايا بقى في الكلام اللي جاي ده عشان هنتكلم في فلوس. ايوه، سيب اللي في ايدك وبص لي هنا. لما تسمع أو تقرأ أو يجيلك خبر بأي طريقة من الطرق إن في حالة معينة محتاجة مبلغ معين، لازم تتعامل مع ده على إنه أوردر جايلك من ربنا. خليك ناصح واخطفه. أيوة، اخطفه أنت بدل ما يروح لغيرك. أنت ما بتديش حد حاجة من جيبك، ثق في ده تماما. الفلوس فلوس ربنا، وهو بيك أو من غيرك هيوصلها لصاحبها. هو بس عشان بيحبك بعتك انت بيهم تكريما ليك، وعشان يحللك بقك كمان.